يواصل الترجي الرياضي استعداداته للمواجهات القادمة، حيث ينافس الفريق على أكثر من واجهة، سواء محلياً في البطولة والكأس، أو قارياً في رابطة الأبطال الإفريقية، أو عالمياً مع اقتراب موعد كأس العالم للأندية في جوان المقبل. وأمام هذه التحديات الكبرى التي يواجهها الترجي، تلقى الفريق مفاجأة سارة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن اتضح أن لاعبه المصاب ياسين مرياح يقترب من العودة إلى ملاعب قبل الموعد المحدد، بعد أن منحه الأطباء الضوء الأخضر لبدء استعدادات البدنية قبل الانضمام للمجموعة. وكان مرياح قد نشر على حسابه بموقع إنستغرام الخميس صورة له مع أحد الأطباء في مركز فيفا للتميز الطبي بدبي، معلقاً: "شكراً دكتور على كل شيء، العودة قريبة إن شاء الله". وحسب آخر المعطيات المتوفرة للصريح أونلاين، فإن زيارة مرياح إلى مركز فيفا الطبي بدبي كان له عظيم الأثر الإيجابي على تطورات حالته الصحية، حيث تلقى تأهيلاً سريعاً وقطع خطوات كبيرة نحو الشفاء التام من الإصابة، مما مكنه من تجاوز مراحل والاقتراب أكثر من العودة إلى الملاعب. وتشير ذات المعلومات أن ياسين مرياح سيبدأ هذا الأسبوع في الإعداد البدني على أن ينضم إلى المجموعات في أواسط شهر أفريل الجاري. وإذا سارت الأمور وفق المخطط المرسوم مع الأطباء، فإن أول ظهور رسمي للاعب في المباريات الرسمية سيكون في أوائل شهر ماي المقبل. وبناء على هذه التطورات الإيجابية، من المنتظر أن يسترجع ياسين مرياح مكانه في دفاع الترجي ويشارك في كأس العالم للأندية في جوان